ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ساره عبد العاطي، وهنعمل النهارده مع بعض وصفه قرنبيطي يا جماعه، سهله جدا جدا ولذيذه جدا جدا. متاكده ان انتوا هتنبهروا بجد بالنتيجه زي ما انا انبهرت بالظبط. اول حاجه عندي هنا حبايه كبيره من القرنبيط. بالسكينه همسك هشيل الجزء الاخضر ده منها الاول. نخلي بالنا ان السكينه تعورنا. هشيل كل الورق الاخضر ده انا مش محتاجاه، وبعدين هبدا ان انا اعمل تجويف في الجزء اللي فوق ده، لان انا مش عايزاه زي ما انتم شايفين كده دايره. بقطع بالسكينه الجزء ده لان انا مش محتاجاه، وهطلعه زي ما انتم شايفين كده. بس خلاص بعد ما طلعته هبدا ان انا افصص بقى القرنبيط، الزهر بتاع القرنبيط ده، لان انا عايزه الاحجام بتاعته تكون صغيره عشان تستوي بسرعه وعشان تبقى اسهل في الاكل. القرنبيط يا جماعه غني جدا جدا بالالياف ومفيد جدا جدا للجهاز الهضمي، بس مشكلته انه بيبقى بيتعب القولون. فانا لما احط النهارده في الصوص اللي انا هعمله احط كميه كبيره من الزبادي فيها بكتيريا نافعه، فهتساعد على عمليه هضم القرنبيط من غير ما يتعب القولون. عندي هنا الزيت بتاعي بعد ما غسلت القرنبيط كويس، زيت سخن على النار وغزير. هنزل القرنبيط بتاعي علشان هنا بقى هقليه وهسويه. تمام. بيستوي بكل سهوله، مفيش اي مشكله خالص، بيتقلي عادي زيه زي البطاطس، مفيش اي مشكله نهائي. اول ما ياخد لون دهبي بالشكل ده هقلبه. مش قادره اقول لكم يا جماعه بجد طعمه كده وهو مقلي وعليه رشه ملح وكمون تحفه، من غير ما احط له اي حاجه اصلا. شايفين اخد اللون الدهبي معايا اهو. وهطلعه جنبي في طاسه، في طبق اهو زي ما انتم شايفين في الشكل ده. تحفه تحفه، لونه جميل جدا جدا واستوى معايا وبيبقى ايدنتي كده، بيقرش قرشه خفيفه كده، بتبقى بجد طعمها فظيع. هو سخن كده برش عليه رشه ملح وهقلبه كده علشان يشرب من الملح كده ويبقى طعمه لذيذ. شايفين؟ يا سلام، طعمها كان تحفه بجد. هنعمل بقى الصوص اللي حطيته على القرنبيط. عندي كوبايه كبيره من الزبادي، وهحط عليها ربع كوبايه من الطحينه. تمام. وبعدين فصين كبار من الثوم المفروم، بيخلي طعم الصوص تحفة. وهحط بقى البهارات بتاعتي. حطيت هنا بابريكا، وحطيت كمان كركم. الكركم ده يا جماعة مع الثوم بيخليه ما يعملش اي مشاكل في الهضم. وحطيت كمان هنا فلفل اسود وملح. هقلب بقى الصوص بتاعي كويس جدا. طعم الصوص ده بقى مش قادرة اقول لكم بجد كان رهيب، الميكس كله على بعض وكده بصراحة كان خطير. هنقلب كويس قوي قوي مع بعض. هنا هزود من كوبايه الى كوبايه الا ربع من الميه عشان الصوص بتاعي يبقى خفيف ويبقى سهل في التغميس. قلبت كويس هنا. هنا انا دقت الصوص وحسيت انه ناقص شويه ملح فزودت ملح. وهقلب بقى كويس قوي زي ما اتفقنا. حطيت كوبايه الا ربع من الميه. هقلب كويس قوي قوي كل المكونات تمتزج مع بعض ويبقى سموثي كده. دي الكوبايه اللي انا استخدمتها، ماشي، دي اللي انا زودت بيها الميه. بعد ما خلصت بقى كميه القرنبيط كلها قليتها وخلصتها ورشيت عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود وقلبتها كويس جدا جدا. هجيب بقى يا جماعه مصفى واحط فيها القرنبيط بتاعي علشان لو في اي زيت زياده يصفى، ما يبقاش عندي اي زيت نهائي في طبق التقديم. تمام. بعد ما اصفى كويس قوي قوي حطيته بقى هنا في صينيه بايركس، او ممكن احطه في طبق تقديم عادي، بس دي عشان تاخد الكميه كلها. وبعدين هحط بقى صوص الطحينة والزبادي اللي انا عملته على الوش كده. وبعدين هساوي بقى كده عشان كل القرنبيط يبقى متغطي بالصوص بتاعي. وهحط بقى هزين هنا ببقدونس مفروم. وهحط اخيرا بقى الرمان اللي انا منقياه ومجهزاه اهو. طبعا الرمان اللي كنت حاطاه الاول بصراحه كديكور، بس لما دقت طعم الرمان مع غمست لقمه كده القرنبيط مع صوص الزبادي والطحينه مع شويه رمان كده يا جماعه، مش قادره اقول لكم كان طعم الرمان مسكر ومزز. والقرمشه بتاعت الرمان ديت بجد كانت تحفه، نقلت طعم الطبق لحته تانية خالص. بجد بجد لازم تجربوها. وصفه سهله ولذيذه ومغذيه وطعمها فظيع. اتمنى تجربوها واتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات. يا رب ان شاء الله تعجبكم. كانت معكم ساره عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.